بص بقى وتعالى نتكلم على صراحه وما تخافش من حد، وانا بدي لك كشكول كمان اهو. تمام. اخواتي الكريمه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بدايه جديده وحلقه جديده وجايين نتكلم فيها في اخبار النهارده. حلقه النهارده حلقه مهمه جدا. من فضلك قبل ما ابدا الحلقه انزل تحت اعمل لايك واعمل اشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. فمن فضلك في بدايه حلقات الموسم الجديد او اول حلقات الموسم الجديد من فضلك فرحني وانزل تحت اعمل لايك واشتراك عشان يوصلك كل يوم حاجات مهمه هتهمك انك تسمعها. لكن النهارده اول خبر معايا وخبر مهم جدا لو انت اهلاوي. النهارده اخبار الاهلي مهمه جدا واخبار مهمه جدا 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 للصبح لاخبار النادي الزمالك. واول خبر مهم جدا المباراه القادمه للنادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا. انا عارف وانت عارف انها قدام نادي شباب بلوزداد اللي الاهلي ضربه على عينه في مباراه الذهاب في المجموعات 6 في مباراه كانت صعبه جدا على شباب بلوزداد. قائمه النهارده على مارسيل كولر تشهد عوده لاعب مهم هينحدف عليه بكره او يوم الجمعه 100 قله. محمود عبد المنعم كهربا يتزين قائمه الفريق لمواجهه شباب بلوزداد. وانا النهارده في الجو الساقعه والتكتكه دي جاي اقول لك مباراه او خبر مهم جدا. مباراه الاهلي هتلعب يوم الجمعه القادمه الساعه 9 مساء في الجزائر. ده الخبر المهم. لا يا سيدي والله طول بالك عليا، قلت لك النهارده حلقه مهمه. انا جاي لك في الساقعه والتكتكه ديت قناه مفتوحه ناقله لمباراه النادي الاهلي قدام نادي شباب بلوزداد، وقلتها لك في حلقه قبل كده استعداد ضخم للرد على سداسيه مباراه الذهاب. قناه الجزائريه الارضيه والتلفزيون الجزائري الارضي اعلن رسميا مباراه عن اذاعه مباراه الاهلي وشباب بلوزداد. هتقول لي ارضي يعني المباراه مش منقوله؟ لا، مباراه منقوله. المباراه او القناه دي الجزائر الارضيه مفتوحه على قمر النايل سات على تردد 11680. خش على الريسيفر عندك على النايل سات ونزل التردد واستمتع بمباراه الاهلي وما تروحش قهوه في الساعه دي. لكن ده كان اول خبر عايزين نتكلم فيه. وعلى حد ذكر القنوات الناقله للمباريات المهمه، النهارده اعلن الكابتن ابراهيم فاي نجم قناه ام بي سي مصر ان قناه ام بي سي مصر 1 ومصر 2 اعلنت رسميا عن اذاعه مباراه السوبر الاسباني. وتقول لي ازيك ما اعرفش؟ تقول لي ليه؟ هقول لك والله ما اعرف. موسم الرياض تكفل باذاعه مباراه السوبر الاسباني مجانا على قناه ام بي سي مصر 1 وقناه ام بي سي مصر 2. تعالى بقى نخش لاخبار الصفقات في النادي الاهلي او اللعيبه او التجديدات، سميها زي ما انت عايز تسميها. في مشاكل الفتره الجايه هتبان في النادي الاهلي، وابرز مشكله هو تجديد عقد اكرم توفيق. موقع القاهره 24 قال لك ان في مشكله للتجديد مع اكرم توفيق نجم وسط ملعب النادي الاهلي. المشكله في ايه؟ المشكله كلها ماديات، زي قصه زيزو كده، ماديات ماديات ماديات، تحس ان انت بتلعب في الدوري الاسباني. ايه المشكله؟ الاهلي عرض على اكرم توفيق على حد ذكر موقع القاهره 24 15 مليون جنيه مع 2 مليون جنيه متغيرات. قدر المجموع كله 15 مليون سعر المتغيرات دي. طب اكرم توفيق عاوز ايه؟ اكرم توفيق عاوز 25 مليون في الموسم، وبيهدي النادي الاهلي ببعض العروض اهمها انا بقول لك بيراميدز داخل في الصفقه عشان تبقى عارف. وكمان مش عايز اقول لك خبر هتبان عليا ان انا مش فاهم، لكن انا فاهم وبقول لك ان الزمالك داخل في الصفقه. اقسم بالله الخبر ده ما تلاقي عندي حد، لكن انا بقول لك ان اكرم توفيق خلال الايام القادمه وعلى عكس موقع 24 هيبقى اكرم توفيق لعيبه في النادي الاهلي. تقول لي كل المواقع، اقول لك كل المواقع واولهم واكبرهم موقع القاهره 24 مأكد ان اكرم توفيق في مشكله في التجديد. لكن انا بقول لك الاهلي هينجح زي عادته في تجديد لنجوم وهنشوف الفتره الجايه. بالمناسبه كده في السكه خدها معايا لعيبه نادي الزمالك، اللاعب اللي عايز يمشي نادي الزمالك. انا قلت لك في حلقتين او من حلقتين سابقتين ان الزمالك مستني راي كولر جروس اسف في بعض الصفقات الراحله. اهم الصفقات اللي بتتردد على الرحيل، خلي بالك وكيله طلع وقال لك اللاعب بتاعي مش ماشي ومكمل مع الزمالك. انا بقول لك ان وكيل كونراد ميشيلاك بيهجص بيفتي بيقول اي حاجه. هو طالع النهارده بيقول لك ان كونراد ميشيلاك مكمل مع الزمالك، وانا بقول لك رسميا النهارده نادي الزمالك اجرى اتصالاته مع مسؤولي نادي احد لقطع اعاره كونراد ميشيلاك. هتقول لي طب النتائج ايه؟ عرفنا هيمشي ولا مش هيمشي؟ اقول لك هي ما تبانش من يوم وليله، يعني المفاوضات دي مش هتبان النهارده ولا بكره. لكن الزمالك وده خبر مهم جدا جدا بالنسبه لي ان خلاص لو قدر نادي الزمالك ينجح في ارجاع كونراد ميشيلاك لاحد حاجه كويسه جدا. وهتبان النهارده بقى خلي بالك قوه علاقه مجلس حسين لبيب. هتبان النهارده هل انت هتقدر ترجع كونراد ميشيلاك ولا لا؟ خلي بالك كونراد ميشيلاك انا بقول لك لو كان مهاجم فلسطيني او كان وينج شمال فلسطيني كنت اقول لك اديله فرصه، لكن انت مش في حلم تجارب. انت عندك يناير خلاص النهارده بدا انتقالات الشتويه، وعندك لحد 7/2 انا اسف وينتهي سوق الانتقالات الشتويه. فانت عندك شهرين 2 او شهر
و7 ايام، تقدر ترجع فيهم قناط مشاكل وتقدر تجيب لعيبه ثانيه. ويعني على حد ذكر اللعيبه اللي عندها مشاكل النهارده، تعال سيبك المشكله دي اللي هتكلم فيه. لاعب كمان جروس ادى الضوء الاخضر لرحيله، اللي هو مين؟ زياد كمال، لاعب نادي الزمالك ولاعب انبي المعار لنادي الزمالك. بص يا سيدي، النهارده جروس قال مجلس اداره نادي الزمالك انا ما عنديش مشكله. هتقول لي يعني ايه؟ هقول لك يعني هو قال لهم هتقدروا تمشوا زياد كمال علينا وعلى راسي، مش هتقدروا تمشوه ما عنديش مشكله في بقائه. المشكله في مين؟ في ايمن الشريعي او ايمن الشريعي رئيس نادي انبي اللي اتكلم وقال انا دلوقتي القائمه بتاعتي كامله، فدلوقتي لما الزمالك يرجع لي زياد كمال انا هضطر ان انا امشي لعيب من القائمه بتاعتي، تمام؟ وده هيكلفني فلوس. من يتحمل قيمه هذه؟ انا بقول لي رساله لمجلس اداره نادي الزمالك وعليا بقى وعلى اعداء. بص يا سيدي، انت عندك لاعب مهم جدا معار من انبي هو محمد حمدي. خلص محمد حمدي، ولو عندهم ميسي ما تفوتش مع انبي. ايمن الشريعي استهفأ مجالس ادارات نادي الزمالك، بقول لك على الهوا استهفأهم والله، بنود غريبه، اتفاقات اغرب في حاجه واحنا بنوافق عليها ليه يا عم؟ والله العظيم انا بقول لك لو عندهم ميسي بعد محمد حمدي ما تجيبوش. انا مش عايز صفقات من انبي تاني لان الراجل ده بيستغل نادي الزمالك. فالمفروض ان ينجح ان شاء الله يقدر ينجح مجلس اللبيب من رد زياد كمال تاني، لان الصراحه زياد كمال ما ضافش ولا هيضيف جديد في نادي الزمالك، وده كله بسبب البنود الغريبه اللي موجوده في العقد بتاعه. تعالى كده بقى في بعض المشاكل كمان اللي موجوده في نادي الزمالك. بص يا سيدي، تمام؟ الاداره تعالى تعالى نتكلم بقى في مشكله سيف الدين الجزيري. الراجل هيجيب لنا جلطه، اقسم بالله انا مش عارف الراجل ده عايز ايه من نادي الزمالك، تمام؟ بص يا سيدي، سيف الدين الجزيري عنده فلوس متاخره عن نادي الزمالك، حلو؟ الفلوس دي كام؟ الله اعلم. هو قال لك متغيرات، المهم ان له راتب داخل في 6 شهور ما خدوش مع نادي وكل لعيبه عشان تبقى عارف، تمام؟ لكن سيف الدين الجزيري خلاص الراجل زي ما يكون هيموت على فلوسه، قاعد عليه اقساط عليه بتاع، المهم انه بيطالب بحقه، دي ما اختلفناش عليها. عمل ايه؟ سيف الدين الجزيري شاكي نادي الزمالك عشان عاوز مستحقاته. مجلس الاداره المحترم بيعمل ايه؟ بيحاول يجهز لسيف الدين الجزيري مستحقاته، تمام؟ تمام. طب خد التركه بقى دي يا سيدي، خد التركه دي. نادي الوداد داخل في مفاوضات قويه مع وكيل سيف الدين الجزيري اللي كل يوم طالع على بعض القنوات يقول لك سيف الدين الجزيري هيموت ويكمل في الزمالك، سيف الدين الجزيري ضحى كتير مع نادي الزمالك، سيف الدين الجزيري مش عارف ايه مع نادي الزمالك. لكن انا بقول لك الحقيقه، الشكوى بتاعت سيف الدين الجزيري وخدها مني عايز اقولها لك تنتهي يوم 6 او 7 يناير، لا اعتقد 7 يناير، قدامك اسبوع بالظبط. وخد مفاجاه كبرى، يحق لسيف الدين الجزيري فسخ التعاقد مع نادي الزمالك. بص بقى وتعالى نتكلم على صراحه وما تخافش من حد، وانا بدك كشكول كمان اهو، تمام؟ سيف الدين الجزيري مش مهاجم نادي الزمالك وما يحقش ان يكون حتى بديل في نادي الزمالك. فانت دلوقتي طالما ليه فلوس، وخلي بالك انا نسيت اجيب لك الخبر، مجلس اداره نادي الزمالك بيسعى انه يجيب فلوس عشان خاطر يجدد تعاقده مع نادي الزمالك وراجل ما يمشيش. انا قلت لك في اكتر من حلقه ان لو مجلس اداره بيعمل كده عشان يقدر يبيع سيف الدين الجزيري انا معاك وفكره كويسه، لكن لو انت بتجدد لسيف الدين الجزيري عشان يستمر سيف الدين الجزيري مهاجما او لاعبا في صفوف نادي الزمالك فانت مجلس هجاص، اقسم بالله بتهجص. لا ارقامه ولا لعبه ولا طريقته ولا اي حاجه تخليه يعدي حتى من صفوف نادي الزمالك. فانا النهارده بقول رساله لمجلس اداره نادي الزمالك، لو الراجل ده ايش بالله يمشيه. لو هتقف بقى كمان وما عرفش يجيب فلوسه خليه ياخدها في الفيفا، اتصرف له بعدين. لكن هتوصل ان لاعب يشتكي النادي بتاعه عشان خاطر مستحقات 6 شهور. طب ما لعيبه نادي زي، ومش بقول لك ده صح عشان تبقى عارف، يعني مش بقول لك ان انا اكل عليه او اخر له مستحقات 6 شهور ده شهر حاجه صح، لكن انا بقول لك ان احنا في مرحله فيها ازمه ماليه. ما اعرفش زي ما قلت لك اكتر حاجه فلوس الكونفدراليه والسوبر المصري ومش عارف مين وموسم المجرد راحت فين الله اعلم. ودي رساله مجلس الاداره التعادل لهم عشان اللي جاي هيبقى وحش. وما تقوليش انا عندي ازمه ايه، اتصرف يا تسيب المجلس وتمشي، لان انت ما ضفتش جديد عن مجلس سياده الموسيقار مرتضى منصور اللي كان برضه بيقدم مزيكا وفن اداري عبيط عشان خاطر انتوا تيجوا وتكملوا المزيكا الهبله دي. انا مش عايز اطول لان لو طولت هيبقى في كلام وحش ومش عايز يطلع مني. انا هنا وقلت لك في البدايه ما تنساش تعمل لايك واشتراك عشان يوصلك كل جديد، وفي النهايه ادعمني لان ده اول فيديو في الموسم الجديد. سلام.